السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل مع بعض النهارده يا بنات طريقه الكيكه بطريقه سهله وسريعه ولذيذه، واي حد هياكلها من ايدك هيسالك عاملاها ازاي. والله هي بالسهوله دي، والله سهله كده. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه كده يا بنات ابتديت ان انا اصلي على النبي وجبت الطبق عندي وحطيت فيه كوبايتين من الدقيق، وبعد كده نزلت عليه بنص كوبايه نشا، وطبعا ما ننساش رشه الملح. وبعد كده نزلت عليه بكيس من البيكنج باودر او اللي هو كيك شيف. وبعد كده هبتدي بقى ان انا انخل الكلام ده مع بعض كويس جدا مرة او اتنين، وساعات كمان بنخلهم 3 مرات عشان طبعا كل لما ننخلهم هيديكي هشاشة هايلة للكيكة. وهنا كده بعد ما نخلتهم هركنهم بقى على جنب وهجيب الكبة بتاعتي، وتعالوا بقى نشوف هنعمل بقى ايه مع بعض. ويا ريت يا بنات واحنا بنعمل اي حاجة نذكر اسم ربنا كتير، بجد بجد بتفرق جامد في الحاجة. نزلت بقى ب3 بيضات كده في الكبة، وبعد كده هنزل عليهم بكوبايتين من السكر. تمام تمام. ما ننساش بقى نصلي على النبي كده في الكومنتات. وطبعا هكتب لكم المقادير بالجرامات وبالكوباية العادية عشان كله يعملها. هنا بقى نزلت بالكوباية التانية بتاعة السكر، والأكواب اللي أنا مستخدماها هنا اللي هي الأكواب المعيارية. بعد كده بقى نزلت عليهم بكوباية من اللبن. بصوا بقى يا بنات، انا هنا حطيت كوبايه الا ربع من الزيت على سمنه، يعني حطيت النص كوبايه سمنه وحطيت الربع بس هو اللي زيت. وعايزه تستخدمي كوبايه كامله برضو بتبقى جميله. وهنا يا بنات السمنه بتدي طريان رهيب للكيكه، بجد لو جربتوها بالطريقه دي والله ما هتندموا. وهنا كده بعد ما حطيتي السمنه تعالوا بقى اوريكم تركايه هتبقي شاطره جدا جدا في الكيكه لو عملتي التركايه دي. هنا بقى التركاية اللي هتودي الكيكة في حتة تانية خالص. حطيت بقى يا بنات معلقة من التانج البرتقال، وبعد كده نزلت عليهم بكيسين من الفانيليا. بصوا بقى ركزوا كويس جدا على الحتة الجاية دي عشان هي دي التركاية. حطيت هنا عصرة ليمون، والليمون هنا بيدي هشاشة فوق الفظيعة للكيكة. بجد يا بنات ما تستغربوش، والله جربوها بالطريقة دي والله ما هتندموا. صحيح يا بنات نسيت اقول لكم ان عصرة الليمون هنا بتشيل الزفارة كويس جدا جدا من البيض، يعني مش هتلاقي فيه زفارة خالص في الكيكة. بعد كده هبتدي بقى ان انا اضرب كويس جدا لحد لما السكر يدوب تماما الكيكة كده، لحد لما السكر يدوب. وصحيح نسيت اقول لكم ان انا هنا حطيت نص كوباية مية، بس هنا كانت الكاميرا فصلت مني مش عارفة ليه. انتوا كل ده لسه ما صليتوش على النبي؟ لا بجد انا كده هزعل. وهنا كده بعد ما السكر داب تماما هبتدي بقى ان انا احطه على الخليط الجاف اللي انا كنت نخلاه في الاول خالص. هنزل بقى كده واحده واحده على الخليط عشان الخليط ما يكلكعش مننا. بصوا ما شاء الله، شايفين ما شاء الله الجمال. ولونها يا بنات اللون تحفه تحفه بجد فوق الوصف. لو مشيتي عليها بالطريقه دي والله هتدمنيها ومش هتبطلي تعمليها كل يوم من حلاوتها. هابدأ بقى إن أنا أقلِّب كل الكلام ده بالراحة خالص، خالص مع بعض، وهاقلِّب في اتجاه واحد يا بنات، وطبعًا مش هاقلِّب بسرعة عشان ما تهبطش منّي في الفرن. اللون بجد يا بنات تحفة ما شاء الله، بجد، بجد اللون عاجبني جدًا، أنا يعني فرحانة بيها من ساعة ما عملتها. هي هنا كده يا بنات لسه خفيفة منّي شوية، أنا حطيت هنا نُص كوباية تاني من الدقيق كده زي ما أنتم ما شايفين، وحطيت معلقة تاني بعد ما حطيت النُص كوباية، يعني هتشوفوا القوام بتاعها دلوقتي هيبقى مضبوط على الآخر. والقوام هنا يا بنات المضبوط بتاع الكيكة إنِّك ترسمي كده أي شكل على الكيكة من بعد ما تضبطيها تفضل يفضل القوام مضبوط عليها حوالي ثانيتين كده على الوش من قبل ما يختفي، كده قوام الكيكة هيبقى مضبوط على الآخر. لو ملاحظين هنا يا بنات أنا عمّالة أقلِّب في اتجاه واحد بس وعمّالة أجيب من فوق لتحت. وده بقى الاختبار اللي أنا لسه باقول لكم عليه أهو، شايفين؟ شايفين ما شاء الله؟ بس أنا هنا حطيت معلقة دقيق تاني عشان ما كانتش، يعني كان الشكل ده كان بيختفي بسرعة، أنا لأ، أنا عايزة الشكل ده يقعد مثلًا على الكيكة كده حوالي ثانيتين كده أو 3 ثواني بالضبط، فاهمين؟ أهو.
شايفين؟ بصوا الكيكة، أنا كده حطيت معلقة دقيق تاني أهو، عشان لسه كان القوام ما كانش مظبوط معايا. هبدأ بقى أقلب تاني لحد لما القوام يظبط معايا. واهم حاجه يا بنات التقليب من اتجاه واحد بس، يعني ما ينفعش تلفي كده شويه وكده شويه، لا انا عايزه آه، التقليب اللي انت هتقلبيه يبقى من اتجاه واحد بس. طبعا انا مسخنه الفرن من اول لما ابتديت ان انا ابدا في الكيكه، ابتديت ان انا اشغل الفرن على طول. يعني انا عايزه الفرن يبقى عالي شويه على اعلى درجه حراره عندك، عشان الكيكه اول ما تخش تتنفخ على طول. بصوا انا هنا بقول لكم هي كده تمام معايا بقى. هنا بصوا ده النص التاني بتاع الكوبايه بتاعه الدقيق ما رضيتش احطه، قلت اوريه لكم برده عشان نبقى ايه كل حاجه مظبوطه قدامنا. جبت بقى الصينيه هنا وابتديت ان انا ادهنها كده نقطه زيت او سمنه، بس انا بحب الزيت، يعني في الكيكه بتديها الرفع بتاعها اكتر، بتبقى مرفوعه يعني في الحجم بتاعها اكتر. هنا بقى هبتدي ان انا اصب الكيكه كده اهي. شايفين ما شاء الله اللون بتاعها يا بنات تحفة بجد. بصوا انا هزهقكم بقى بجد اللون بتاعها تحفة قوي. انا كل شوية هفضل اقول لكم لونها جميل بجد، انتوا لو عملتوها بالطريقة دي والله يا بنات هتدمنوها، جميلة بجد. وهنا كده بعد ما صبيتها جبت بقى خلة بتاعت سنان، وهبتدي كده ان انا امشي خطوط كده بالطول وخطوط بالعرض، عشان ما يبقاش فيها اي فقاعات هواء زيادة، اللي هي بتبقى الفقاعات الكبيرة قوي قوي دي يا بنات بتبقى بجد مش حلوة. او ممكن نخبطها خبطتين على الرخامة كده قبل ما ندخلها الفرن. واقول لكم هنا استنوا تاني. وكده ما شاء الله بعد ما طلعت، شايفين الجمال؟ شايفين ما شاء الله؟ صلوا على النبي بقى بجد في كومنتات، والله العظيم يا بنات جميلة بجد تحفة. واخدت مني في الفرن بالظبط 30 دقيقة بالظبط، يعني ممكن تسيبيها من 25 لحد 35 دقيقة. يعني العشر دقايق دي طبعا على حسب الفرن بتاعك هو حامي ولا لا. بس انا هنا سبتها بالظبط 30 دقيقة كانت مظبوطة معايا يا بنات. شايفين ما شاء الله الجمال؟ شايفين؟ وطبعا طول ما انا حطاها في الفرن استحالة افتح عليها الفرن يا بنات، عشان لو شمت الهواء اكيد هتهبط، وبعد الشر هتبوظ مننا. انا مش عايزاها تبوظ، انا عايزة كل اللي يدوقها من ايدك يسألك انت عاملاها ازاي، جميلة. وهنا كده قطعتها بعد ما بردت خالص. بصوا شايفين ما شاء الله الجمال؟ شايفين الطراوة والحلاوة واللون بتاعها؟ جميلة يا بنات والله، لو جربتوها بالطريقة دي بجد جميلة. والله يا بنات لو جربتوا الكيكة بالطريقة دي هتدمنوها، ولحد ما تعملي كوباية الشاي هتلاقيكي عملتيها، وسهلة جدا وسريعة. شايفين ما شاء الله؟ شايفين الطريان؟ الله أكبر. صلوا على النبي بقى يلا في الكومنتات. ولحد هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش بقى اللايك الجميل والاشتراك الأجمل عشان يوصلك كل جديد من بيت العز الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله.